السلام عليكم، اهلا. اليوم ان شاء الله باذن الله بسوي معاكم الرز المغازليه. تمام. رز المغازليه في نوعين، نوع بلحم المفروم، نوع بلحم الاوصال. فاليوم بدي اسوي بلحم الاوصال. تمام. سخنت ثلث كوب زيت وبحط عليه حبتين بصل مقطع ناعم. بسم الله، توكلنا على الله، بسم الله على بركه الله. واقلب الين ما يشقر البصل. ملعقه كبيره مليانه ثوم ونقلب الى ما يشقر خفيف. عندي كيلو وشويه زياده لحم، انتوا حطوه حسب احتياجكم. شوفوا مقطع زي كذا، في بالعظم في بدون عظم، المهم مقطع صغار. بسم الله. الحين نقلب الى ما يتغير لون اللحم وينشف مويته. وهنا عندي بهارات، كمون، فلفل اسود، هيل، كركم، وشويه قرنفل، شويه قرفه، وصرار حائل. ممكن تستخدموا فلفل احمر حار بودره حسب الرغبه. ودحين بنقلب اللحم مع البهارات شويه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. كذا خلاص. دحين عندي 4 حبات طماطم وشويه معجون طماطم بنضيف عليه. علبه لبن زبادي مخلوط. هنا بقلب الين ما يتسبك. دحين بسكب شويه مويه مغليه. تمام، مو كثير، لا تكثروا المويه. تمام. ودحين بنغطي عليه ونترك اللحم يستوي وينشف المويه. وحبايبي ححتاج 4 اكواب رز. تمام. حستخدم رز العزايم، رز بسمتي كلاسيكي فاخر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الرز العزايم ريحته حلو وطعمه لذيذ، وغير كذا يتحمل. شوفوا نظافة الرز ما شاء الله. ودحين بغسل الرز وانقعه في المويه، مويه دافيه. بعد ما استوى اللحم حطيت عليه ملح. تمام. شوفوا خلاص. دحين بتركه كمان ينشف المرقه شويه ويكون جاهز. هنا عندي شويه زيت. تمام. وبحط فوقه قرنفل، هيل، قرفه، وشويه مستكه. شوفوا مو كثير، يا دوب. واقلب لما يطلع ريحتهم. ذاب المستكه وطلع ريحه البهار. ودحين بحط الرز، رز مغسل ومنقوع. بسم الله. ونقلب الرز قلبتين مع الزيت والبهار. نحط ملح ومويه مغليه. بسم الله. دحين بنترك الرز يشرب المويه. في دي الوصفة يا جماعة لازم تتركوا اللحم يستوي مظبوط. وشوفوا حجم اللحم مو كبير ترى. تمام، زي المقلقل. شوفوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن. حبات الرز، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رز العزايم. في ده الوقت ما بيجي الا شوية موية في القدر. تمام. دحين شوفوا انزل اللحم بهذا الشكل، بحيث انه اضغط على اللحم كأني ايش بسوي، كأني بدفن اللحم كده تحت بهذا الشكل. شوفوا بهذا الشكل يا جماعة. تمام. شوفوا زي كده. انزل كله كمية اللحم وادفن اللحم زي كده، انزل واضغط. وبهذا الشكل يا جماعة. شوفوا ارفع الرز فوق اللحم شوية. هنا عندي منقوع الزعفران. تمام. نقعت الزعفران في موية مغلية وحطيت عليه ملعقة موية ورد. وبحط الزعفران كذا ووزعه. دحين بغطي عليه واتركه في النار هادئ من نص ساعة إلى 40 دقيقة. إذا القدر اللي عندكم خفيف حطوا أقل مدة. بسم الله ما شاء الله، لا إله إلا الله على الريحة تجنن. شوفوا رز النثري يا جماعة، شايفين ما شاء الله. دحين كذا نحفر يبدأ يطلع لنا جمال اللي تحت. شايفين؟ الله 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 على الريحة والطعامة والحلاوة يا جماعة، حاجة رهيبة. شوفوا اللحم، شوفوا الطبقة الفخمة اللي هنا. شوفوا تحفروا كذا يطلع لكم جمال اللي تحت. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله بس الله ما شاء الله.
كذا وصفتنا جاهزة. ما شاء الله تبارك الله، الوصفة مرة 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 لذيذة، لازم تجربوا. شوفوا يا جماعة، شوفوا حلاوة اللي هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. شفتوا الجمال والحلاوة. استخدمت على وصفة اليوم رز العزايم. اللهم بارك. حبايبي اللي تبغى رز العزايم ابو 5 كيلو تلاقوه في سوبر ماركت العثيم وكمان مانويل. اللي تبغى ابو 20 كيلو عندهم شحن للرياض وللشرقية، وكمان يشحنوا لجميع مناطق المملكة. حكتب لكم رقمهم اطلبوا، لكن مبلغ الشحن عليكم انتو. تمام. شوفوا حبايبي، ما ابالغ، لكن شوفوا انتو بنفسكم طول الحبة. اللهم بارك. رز العزايم، شوفوا طبق اللي هنا، وشوفوا الرز كيف اصلا واقف. ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء يحمس. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة. شوفوا رز النثري وحباته واللحم قطع صغيرة وغير كذا. شوفوا كيف اللحم كيف ذايب. الله، بس جربوا كذا، كلوا لقمة مع اللحم الذايب. عاد اللحم فيها مليان نكهات، يعني بهارات وحاجات خطيرة. شوفوا، عرفوني أحب أعذبكم بالأكلات الشهية عشان تطبقوا لي الوصفة وترسلوا لي صورة تطبيقاتكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. فعلا حبيت الرز، ما شاء الله. شوفوا الكشنة، عينكم على الكشنة اللي في أطراف اللحم. شوفوا ما شاء الله، بالعافية علينا وعليكم. عاد هذا الطبق حلو مع ايش؟ مع سلطة لبن. حلو تسووها لضيوفكم، لانه اللحم قطع صغيرة كذا ما يتعبهم، والطعم اهم شيء، الطعم لذيذ.